بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف التاسع، أهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة. اليوم سنبدأ بشرح الدرس الرابع من صفحة 14 معنا من كتاب البرمجة، وهو درس تسجيل الأصوات وإدخالها في برامج سكراتش. أهداف درسنا لهذا اليوم هي أن يتعرف الطالب إلى طرق تسجيل الأصوات من الميكروفون، أو أن يتم تسجيلها أو إدخالها إلى البرنامج من الإنترنت. سيتم تقسيم الدرس إلى قسمان. القسم الأول سيتم التركيز فيه على كيف نسجل الأصوات من الميكروفون، والجزء الثاني وهو في صفحة 15 كيف نحمل صوتا أو قراءة نص أو صوت من خارج البرنامج من الإنترنت، مثلا كيف نحمل هذا الصوت وكيف يتم إدراجه داخل برنامج سكراتش. اليوم بإذن الله سيتم شرح صفحة 14، ونبدأ أولا بتسجيل صوت بالميكروفون. الخطوات معك في الكتاب، وسيتم توضيحها بكود برمجي بسيط لكيفية تسجيل الصوت بالميكروفون. نبدأ بفتح برنامج سكراتش. عندنا كائن القط أو أي كائن آخر بيتم اختياره، سيتم وضعه إلى اليسار قليلا. نريد هذا القط أن يقول جملة معينة، سنقوم بكتابتها، لكن نريد أيضا أن يخرج منها صوتا، يصدر عنها صوتا. فماذا نفعل؟ سنقوم بكتابة كود برمجي صغير. سنذهب إلى الأحداث عند النقر، نذهب إلى المظاهر ونأخذ قل هلو لمدة 2 ثواني، ولكن هذا القط لن يقول هلو، سنجعله يقول جملة معينة في مدة مثلا تصل إلى 10 ثواني. ما هذه الجملة؟ مثلا سيقول دعاء من أدعية الصباح، مثلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا الشكل. طبعا كود بسيط وسهل. سنقوم بالنقر على الراية ونرى أن النص الذي قاله القط واضح. سنقوم فقط بتكبير، طبعا نوقف البرنامج، نقوم بتكبير القط. نعيد النقر مرة أخرى. قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أيضا مع تنفيذ هذا البرنامج وظهور هذا النص، نريد أيضا أن يظهر أو يصدر عنه صوتا. ماذا نفعل؟ نذهب إلى علامة التبويب الموجودة في الأعلى مع علامات المقاطع البرمجية والمظاهر، بجانبهم علامة تبويب اسمها الأصوات. نضغط عليها. عندنا طبعا هنا بعض الأصوات الموجودة في المكتبة، اختيار صوت من المكتبة. في برنامج سكراتش يحتوي على أيضا مكتبة مثل مكتبة الكائنات ومكتبة الخلفيات، هناك أيضا مكتبة للأصوات. ننقر عليها، نرى أن هناك العديد من الأصوات. إذا نقرنا على زر بلاي يصدر لنا هذا الصوت. طبعا اسمه طبعا مع الصوت بيدل على الصوت اللي يصدر عنه. على اليسار هناك تصنيف لهذه الأصوات. يمكن أن نختار الكل ونختار ونتفقد صوتا صوتا ونفحص صوتا صوتا، أو أن نختار إذا كان نريد مجموعة من أصوات الحيوانات أو مجموعة من المؤثرات أو غيره. والآن سيتم تسجيل صوتا جديدا من خلال علامة التبويب الأصوات. سنقوم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل صوت جديد، ننقر عليها، ستظهر لنا أيقونة بهذا التسجيل،
ثم سنقوم بتغيير اسم هذا التسجيل، يمكن أن نسميه دعاء الصباح. لتسجيل هذا الصوت يمكن أن نقر على أيقونة الدائرة للتسجيل. لإيقاف التشغيل يتم النقر على أيقونة المربع. لتشغيل الصوت الذي تم تشغيله بيتم النقر على رمز المثلث في هذا الشكل، رمز البلاي المتعارف عليه. لنبدأ بقراءة العبارة التي تم إعدادها داخل الكود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيتم إيقاف التسجيل، ولفحصه بيتم النقر على زر بلاي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تم السماع وكان شدته جيدة وتمام، يمكن تحرير هذا الصوت إما بالتراجع في حالة أنه رغبنا في إعادة تسجيله مرة أخرى، أو الإعادة تراجعنا عن هذا الحذف. هناك طبعا في القص والنسخ واللصق، إذا أردنا حذفه وإعادة التسجيل مرة أخرى هناك تحديد للكل. هناك في بعض المؤثرات في القائمة الأخرى، التلاشي من البداية، التلاشي من النهاية، كل هذا مع التجربة و على الأكواد وفحص الصوت الناتج بيتم التعرف على بعض تلك المؤثرات. اليوم قمنا بالتسجيل. سنقوم الآن بإدراج هذا الصوت مع النص، حتى عند تنفيذ الكود بيتم مباشرة إصدار هذا الصوت. لنرى الكود تبعنا كان عبارة عن عند النقر لنقل بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيتم بعد ذلك الذهاب إلى مقطع برمجي يسمى الصوت. نختار منه لبنة شغل الصوت كما ترون، ونختار منها اسم الصوت اللي تم تسجيله. لذلك احنا اسميناه بدعاء الصباح. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند تشغيل هذا الصوت وبالنقر على هذه الأيقونة يصدر الصوت مباشرة. الآن احنا نريد انه يكون مع ظهور النص، فيتم وضعه بعد عند النقر مباشرة. سيظهر هذا النص ويبدأ بالتشغيل، وبعدها مباشرة يظهر الصوت. لنجرب. ننقر على بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا إذا وجدنا أن المدة التي يظهر فيها مع الصوت قليلة، بيتم المدة بتزيد قليلا باختيار وقت أكثر في جزئية الثواني. ننقل مرة أخرى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الوقت طويل بنقلل، إذا كان الوقت قصير بنزود. طبعا هذه الخطوات جميعها إذا أعدنا رجعنا إلى صفحة 14 في كتاب البرمجة، هي بنفس الخطوات اللي تم شرحها. وإلى هنا درسنا، إلى اللقاء.